ومديرية أمن الدقهلية. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين هذه أول اللقطات التي تظهر حجم الدمار في هذا المبنى، مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة. هذه أيضا محاولات الإسعاف لنقل المصابين واستكشاف إذا ما كان هناك إصابات تحت أنقاض هذا المبنى. العمود الطويل ده وراه بمسافة مثلا 10 سنتي في نص الشارع. تمام، احنا وصلنا لكن في ميه وفي مش شارع العباسي، مش ده شارع العباسي؟ العباسي الزحمه. فين المعمل بتاع القاهرة؟ موجود المعمل فين؟ مصطفى بيه الرزاز بتاع الأدلة كان موجود على مصر. أو كنت تحت العناصر بس يقع على الناس. هو المباني محتاجة حي حضرتك زي الجنزير بيقولوا عليه انت ابني انا اشيلك فوق دماغي. على سلامة اللسان. خليك مريح، خليك مريح. نعم، خليك مريح. انزل. ده برضه على جسر برضه على جسر الصناعي نفسها الحركة. ده بقول لك الجروب كلها كمان؟ بس هو معنيه انت يعني تعمل له عملية؟ لا نزل على سلامتك. سلامة الحمد لله. ألف سلامة حبيبي. ينفع يكون الاختلاف ما ينفعش ولا طيران حتى ولا أي حاجة دلوقتي. الطيران ضغط أعلى من الحالات اهو يا حاج، الظباط اللي هتبقى معاك هتكمل معاك الطياره على مصر. احنا كلنا بدءا مني لاصغر مجند في الوزاره مصرين على ان احنا نقضي على هؤلاء، وما يفتكروش ابدا ان حادث زي دوت هيرهبنا او هيخوفنا. ده هيزيدنا اصرار على مقاومتهم وعلى محاربتهم وعلى القضاء عليهم. وفي القريب العاجل باذن الله في خطه امنيه معموله، وده مش هيأثر ابدا على الاستفتاء، والاستفتاء ليه خطه محكمه باذن الله هتتم. ويعني احنا يمكن انا بعد فض اعتصام رابعه والنهضه انا طلعت في بعض القنوات وقلت ان دي مش النهايه الفض بتاع رابعه والنهضه، ولكن دي بدايه لمواجهه العناصر سواء اخوان او العناصر التكفيريه. فشل رئيس الوزراء وفشلت الحكومه وفشلت الدوله ان تتخذ قرارا لكي تكون هذه الجماعه هي جماعه ارهابيه، ولكن الشعب هو الذي سيقتص وهو الذي سينتصر، وستكون كلمة الشعب. أبناء المنصورة الذين أراهم أمامي الآن، أبناء المنصورة الذين التقيتهم جميعا هم الذين ينادون الرئيس، ينادون الرئيس. يا سيادة الرئيس، أين أنت مما يجري في المنصورة؟ أين أنت يا سيادة الرئيس؟ أين الدولة؟ أين الدكتور الببلاوي؟ أين كل من بيديه القرار؟
شهداء يتساقطون يوميا، ونحن نجلس نتحدث ونخشى الخارج. لعن الله الخارج ولعن الله كل من يخشى الخارج. نحن لا نبحث عن الخارج، نبحث عن الداخل، نبحث عن مصر، نبحث عن شعب مصر الذي استشهد هنا. الدماء، الإشلاء، الدماء، الأشلاء في هذا المكان، وأنتم ما زلتم تبحثون عن وضع جماعة تخشون الخارج. لعنة الله على من يخشى الخارج، ولعنة الله على الخارج جميعا. اوعى يتهيألك، اوعى يتهيألك ان اللي انت بتشوفه ده ممكن يهز مصر ابدا. الشعب المصري يخاف لما جيش مصر ما يبقاش معاه. قبل انتوا يا شعب مصر، قبل انتم يا شعب مصر ما حد يمسكم، احنا فداكم كلنا. الجيش المصري فدا مصر، الجيش المصري فدا مصر. خلي بالكم، خلي بالكم، احنا ما بنخافش ابدا غير من ربنا بس. احنا ما بنخافش ابدا غير من ربنا بس، وهو مطلع علينا ويعلم نوايانا ويعلم الامان والسلام اللي جوانا ويعلم الايمان اللي جوانا ويعلم الحب اللي احنا بنحبه لبلدنا، وربنا هيساعدنا. انما انا بكلمكم انتوا يا مصريين، ابدا ابدا مفيش قلق ولا خوف ابدا، واللي هيمسكم مش هنخليه على وش الارض. اللي هيقرب من المصريين، اللي هيقرب من المصريين جيش مصر مش هيسيبه ابدا ابدا.